تعالي النهاردة أقولك إزاي تعملي برام الرز المعمر الفلاحي الأصلي بطريقة سهلة جدا. عندي هنا البرام أو الطاجن، هنزل فيه بمعلقة سمنة بلدي اللي هي البيضة ومعلقة سمنة صفرة، بس لازم تكون سمنة بلدي. ممكن تحطي نوع واحد عادي، بس زي ما قلتلك لازم تكون سمنة بلدي عشان هي اللي بتديله طعم حلو. وبدهن كل الطاجن كده بالسمنة، وبنزل ببصلة مفرومة، ودي مهمة جدا في الطريقة دي. وبعد كده بنزل عليها بفلفل اسود وملح. انا معيار الطاجن ده عامله كيلو رز، يعني المقدار ده الكيلو رز. بصلايه كبيره مفرومه، وفلفل اسود وملح، ومعلقتين سمنه بلدي كبار. وبدعكها كده مع الفلفل، لازم تدعك كويس كده مع السمنه والفلفل. ويكون عندي بقى رز مغسول ومتصفي، بنزل بيه في الطاجن كده، وبرده اقلبه في البصله كويس. بعد كده عندي بقى حليب، لازم حليب كامل الدسم، ويكون فيه قشطه كتير، ده اللي بيديله الطعم الحلو. انا هنا ضايفه نص حليب ونص شوربه، نص المقدار حليب ونص شوربه اللي هو السوائل. تقدري تضيفي حليب كله، بس لازم برضو تضيفي شويه ميه صغيرين عشان الرز يستوي. ما ينفعش تضيفي حليب كله. بظبط معيار الحليب والشوربه. وبعد كده بدخله تحت الشوايه ياخد لون بسيط كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى بحطه على أرضية الفرن أو الصاجة بتاعة الفرن، وأدله بقى من تحت على درجة حرارة 200 أو أكتر، لحد ما يبدأ يغلي كويس. أهدي عليه النار لحد ما يتشرب. وبعد كده بعد ما يتشرب خالص بسيبه برضو حوالي نص ساعة عشان يتلدن بقى كده. ولما يخرج من الفرن ما تغرفوش على طول، لا غطيه شوية حوالي ربع ساعة، بيبقى طعمه أحلى. زي ما احنا شايفين مش معجن ولا حاجة، وريحته رهيبة وطعمه فظيع. والطريقة دي سهلة خالص، وتقدري طبعا تحطي فيه لحمة او فراخ او بط او اي حاجة، بس لازم تدي لهم تشويحة على النار